دخلت بنظام السوبر ست، التمرينين في واحد علشان ينجز لي الوقت، بل وكمان علشان اختصر في الوقت اكتر. نطاق العداد بتاعي كان ما بين ال 12 ولحد 15، يعني اللي هو مثلا بالميت قوي يوم ما قل العدات كانوا بيوصلوا لحد 10 او 11 بالكتير. وما تستغربش لما اقول لك ان انا كنت واخد من اول يوم الخميس لحد النهارده الثلاث كلهم ورا بعض من غير اي راحه. تيجي تقول لي ايه ده، انت بتهلك نفسك ليه؟ هقول لك ببساطه علشان من اول بكره اول يوم العيد اول وتاني وتالت المكان هيكون اجازه، غير كمان ان انا في الست ايام دول اخر ثلاثه اللي هم حد واثنين وثلاث برضه كنت بتعامل بنفس نطاق العداد دوت، اللي هو مثلا من 10 لحد 15 عده ومهدي الشده بتاعتي. وطبعا اوقات الراحات كانت بتختلف، فالموضوع ده كان بينجز معايا شويه، لان الخميس والجمعه والسبت لما كنت بلعب بارنولد سبليت اللي هو مثلا اليوم الاول كنت مثلا بلعب بشدتي، بس قلت في اخر 3 ايام اهدي الدنيا شويه. من هنا يجي بقى الذكاء في الحته دي، علشان انا عارف ان هم مثلا في الوقفه هيقفلوا بدري، خلوا فيه 3 ايام راحه في العيد. فالموضوع بسيط جدا، بس محتاج انك تشغل دماغك فيه. وفي الاول والاخر هي رولز في الجيم، يعني هو لما يقولك هيقفل كذا فهيقفل كذا، فحاول يعني تتأقلم على الموضوع ده كله.